بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون في هذه الزيارة بينكم هذه الليلة، أستمع إليكم أكثر مما تستمعون إلي، وأحاول التواصل مع أفكاركم وآرائكم عبر الإجابة عن الأسئلة، وأخرج بحصيلة تمكنني من أن أحسن تصوراتي وأفكاري عن الأوضاع العالمية والمحلية مصريا ودوليا وعربيا من خلال المناقشة التي تتفضلون بإدارتها أو يتفضل إخواني بإدارتها بيني وبينكم. أنا سلمت في أول دخولي على سيدة إعلامية لبنانية كريمة تفضلت بالحضور، فأنا أحييها وأحيي كل أخ من أي بلد عربي غير مصر شرفنا بالحضور في هذه الليلة. وأنا أعتقد أن حضور الإخوة والأخوات العرب في لقاءات المرشحين للعمل السياسي المصري أمر مهم جدا وضروري جدا، لأن مصر كبيرة جدا. مصر ليست دولة صغيرة، مصر مؤثرة في كل مكان ومتأثرة بكل مكان. فأنا أشكر الإخوة من الإخوان العرب غير المصريين الذين يشرفوننا بالحضور في هذه القاعة. أما أخي المستشار الدكتور فخر الطاهري فقد أشفق علي من أن يخبركم أنني كنت أحد المفصولين عند أول محاولة للمناداة بالحرية القانونية. لم نكن بنعمل ثورة ولا بنقول نعمل هيجان ولا حاجة، كنا بنقول عدلوا القوانين الظالمة اللي صدرت من 53 إلى 66. وكانت الخطوة الأولى في المذبحة الكبرى سنة 69 جربوا في 3 أشخاص، الأستاذ المرحوم عادل عيد الذي كان قاضيا في الإسكندرية، والأستاذ المرحوم المستشار عبد القادر حلمي الذي كان مستشارا ورئيسا لقسم القضاء الإداري في هيئة قضايا الدولة، كان اسمها إدارة قضايا الحكومة، ومحمد سليم العواد الذي كان وكيلا للنائب العام في الإسكندرية. فصلوا واحد من كل هيئة عشان يشوفوا رد فعل هذه الهيئات على فصل أعضائها. إن كان هناك رد فعل كبير وقوي تتصلح الأمور وترجع المياه لمجاريها، إن لم يكن هناك رد فعل فقد عرفت دية هذه الهيئات، ولما يجي وقت الإطاحة الكاملة يستطيعون الإطاحة. جاء هذا الوقت بعد 2.5 سنة. احنا فصلنا في ديسمبر 1966. في مايو 1969 أجرى وزير العدل اللي كان اسمه مصطفى كامل الله يرحمه قرارات عرفت باسم مذبحة القضاة، أعاد فيها تشكيل الهيئات القضائية، وقال كل الذين لم ترد أسمائهم في إعادة التشكيل يبقوا تركوا القضاء غصب عنهم بالمخالفة لقانون الحصانة. أما هي طبعا شغل مفصولين، قالوا يبقوا برا الوظائف. طبعا ناس راحوا مؤسسة باتا للأحذية اللي كانت لسه فيها رمق وبتنتج، ناس راحوا يشتغلوا في البوتاجاز، ناس اشتغلوا في المواصلات. بعض إخواني وزملائي في النيابة كانوا يعني شباب في سن 40 و35 اشتغلوا في الترمايات، اشتغلوا مستشارين قانونيين لمصلحة الترماي في اسكندرية. وكانت هذه المذبحة من القسوة، بحيث أن القاضي العظيم الدكتور أحمد محمد إبراهيم الذي كان وكيلا لمحكمة النقد كتب إلي خطابا بعد هذه المذبحة يقول لي: يا محمد، أنظر حولي في المحكمة فلا أجد إلا أناسا لم أكن أقبل أن أكون معهم في دائرة واحدة. كل الذين كنت أستأنس بهم في محكمة النقد خرجوا، فأنا اليوم قدمت استقالتي من محكمة النقد. وكان هذا هو الرجل الوحيد في القضاء المصري كله اللي كان فيه وقتها 2800 وشوية قاضي، الرجل الوحيد الذي قدم استقالته احتجاجا على مذبحة القضاء. أنا هذا الكلام لم أقوله في حياتي، لكن فخر رجعني إليه، مش لأن اللي بيني وبينه إن احنا اشتغلنا في القضاء مع بعض في وقت واحد، لا، لأن اللي بيني وبينه بقاله 63 سنة. نحن دفعة 63 ونتم هذه السنة 63 سنة صداقة. تعارفنا في سنة 1959 في السنة الأولى من كلية الحقوق، وكان شخصا مزعجا جدا، بيحاول يقعد دايما في الصف الأول ويحاول يزق الناس اللي يعوقوا عن سماع الأستاذ. وطبعا أحكامنا كانت مختلفة عما نحن عليه الآن، فكان عنده يعني رغبة دفينة دائما أن يبقى أول واحد، وفضل حريص على هذه الرغبة
حتى جاء من الثلاثة الأوائل على دفعتنا. ويوم ما طلعت النتيجة أنا كنت 18 ولا 19 ولا حاجة كده، ووقفنا في فناء الكلية وقال لي شفت بقى كان عندي حق اقعد ازقك عشان اقعد مكانك. قلت له ما انت زقتني فطلعت الثالث وانا اتزقت فطلعت ال 18. لكن مع ذلك تزاملنا في العمل القضائي، هو في مجلس الدولة وانا في النيابة العامة، وظلت صداقاتنا وطيدة طول العمر على رغم عدم اللقاء لمدة 40 سنة الآن. بس هو الحقيقة صاحب الفضل يكلمني في التليفون. خالي كان أستاذه في مجلس الدولة، فدائم الصلة بأستاذي، وكل ما يكلمه خالي يكلمني يقول لي دكتور فخر يسلم عليك وبيقول لك رد عليه المكالمة. طبعا بحاول أرد مرة بس 10 مرات ما بلاقيهوش. لكن أنا الحقيقة النهاردة سعادتي والله مزدوجة جدا، مزدوجة إن أنا شفت حضراتكم وجلسنا جلسة صغيرة في مقهى الأخ محمد المقابل لهذه الصالة، ثم التقيت بكم الآن. وسعادتي الجانب الآخر منها إني استعدت رؤية فخر الطاهري واحتضنته واحتضنني وقبلته وقبلني، وحسيت إن الدنيا مهما فرقت بين الأحباب لابد أن تجمع بينهم في وقت ما دام العلاقة علاقة إخلاص وود لا يشوبها شيء من الدنيا. أما العلاقات اللي بتقوم على المصالح الدنيوية فسرعان ما تنقضي بانقضاء هذه المصالح. ده أمر أول حبيت أرد به بعض التحية إلى أخي الدكتور فخر وإلى حضراتكم. والموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه هو موضوع مصر إلى أين، مصر رايحة فين، وده موضوع يقلقنا كلنا ويشغلنا كلنا، وبعضنا أحيانا إذا ذكره في الليل لا ينام، أو ذكره في الطعام في النهار عزف عن الطعام من شدة الاهتمام به. وهذا حق لكل مصري، بل واجب على كل مصري أنه يهتم بهذا المستقبل على هذا النحو. مصر مرت بظروف كثيرة هائلة، فيها ارتفاع وانخفاض، فيها انكسار ونجاح، من يوم 11 فبراير لما تنحى حسني مبارك إلى اليوم. مش عايز أذكر الثورة وما كان فيها، فما كان في الثورة كان شيئا مجيدا هائلا مهما قيل فيه وكتب لن يوفيه حقه. والذين لم يسعدهم الحظ بالوجود في ميادين الثورة لا يمكن أن يستطيعوا تصور ما كان يجري فيها. أنا ربنا أنعم علي أنا والأستاذ محمد مؤمن وبنتنا أمل وعدد من إخواننا أن نكون طول مدة التحرير، طول أيام التحرير موجودين في الميدان. شفنا الخوف وشفنا الرعب وشفنا رغبة الناس في التخلي عن الثورة، وشفنا ثبات الناس إذا قيل لهم اثبتوا فيثبتون، وشفنا الانتصار العظيم المفاجئ الذي لم يكن يتوقعه أحد. وأنا أعلم أن المشاعر التي يحتويها قلب من عاش في الثورة تختلف كثيرا جدا عن مشاعر الإخوان اللي كانوا غريقين في الخارج وبيتابعوها عبر التلفزيونات، ويوم يقولوا لهم دول بتاع ده إخوان مسلمين، يوم يقولوا لهم دول عصابات، يوم يقولوا لهم دول أجانب. قيل إننا أجانب، قيل إننا إيرانيين وأمريكيين وسوريين وإسرائيليين، قيل إننا كده، واحنا كلنا معجونين بتراب مصر ومية مصر، ما عندناش حاجة تانية. طبعا كان في أجانب بيتفرجوا، أيوة أنا شفت توماس فريدمان الصحفي العظيم ده جه مرتين التحرير وقف معانا، وغيره من الصحفيين الكبار جم وقفوا وشافوا. لكن الفرجة والوقوف والتسجيل بالكاميرا شيء، والعمل الثوري الإخلاصي الحقيقي شيء تاني خالص. لما وصل الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقرار من حسني مبارك يوم 11 فبراير، كان هذا القرار ليس له أساس من الدستور، لأنه طبقا للدستور كان لازم يجي أحمد فتحي سرور اللي كان رئيس مجلس الشعب يدير البلاد 6 أشهر يجري في خلالها انتخابات رئيس. حسني مبارك ما حبش يعمل كده، قال للمجلس العسكري تفضل بإدارة شؤون البلاد. المجلس العسكري لا شك أنه عندهم كفاءات هائلة جدا في الجانب الحربي والعسكري، ده شغلهم وتدربوا له وتمرنوا فيه وعاشوا فيه طول حياتهم. أما الحياة السياسية اللي فيها الأخذ والعطاء والمفاوضة والمساومة والقبول المحسوب والرفض المعقول، هذا كله عمل لم يتدرب عليه العسكريون. ولازم أقول كده بوضوح، العسكريون لم يتدربوا على العمل السياسي، وده اللي أدى إلى أنه بعض القرارات تطلع متأخرة جدا، بعض القرارات تطلع أقل بكتير مما توقعه الشعب، بعض القرارات ما تطلعش خالص، بعض القرارات تطلع في نفس اللحظة المطلوبة. وبقى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا يعملوا مقارنة جميلة قوي، يقولوا اشمعنا في الموقف الفلاني اتخذوا القرار فورا، وفي الموقف الثاني ما اتخذوش القرار خالص، وفي الثالث خدوه متأخر شهر بعد ما الموضوع باظ. اشمعنا دي طبعا سؤال ليس له معنى، هي أصله إيش معنى؟
أصله ما هو معنى موقفهم هذا؟ ده أصل اشمعنى بتاعتنا المصرية، كلمة عربية صحيحة أصلها إيش؟ معنى ما هو معنى عدم اتخاذ القرار. المعنى أنهم لا يعرفون، المعنى أنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار السياسي الصحيح في كل موقف، يتخذونه في بعض المواقف وبعضها لا. وهذا يرجع أساسا إلى عدم تدريبهم السياسي من ناحية، وإلى نوع المستشارين الذين تطوعوا بإسداء الآراء إليهم من أول يوم في توليهم حكم البلاد، والأسئلة التي كانوا يوجهونها إلى بعض أصدقائهم. مرت بنا المرحلة دي بخيرها وشرها وحسنها وسوءها لغاية ما جينا إلى يوم 22 نوفمبر سنة 2011، نوفمبر الماضي ده. كانت البلاد على شفا حفرة من النار، كانت أحداث محمد محمود شغالة، وأحداث وزارة الداخلية شغالة، والشغب في ميدان التحرير على أشده، وعناصر شابة ثورية تقوم بما تظنه ثورة صحيحة، وعناصر أخرى تقوم بما هو قتل وتخريب وإفساد، والشرطة بتحارب دول وبتحارب دول، لا تفرق بين هذا وذاك، والجيش كذلك. وقعت مذبحة راح ضحيتها كانوا 60 شاب بريء لا ذنب له في شيء، وراح ضحيتها كانوا 20 رجل من رجال الشرطة والجيش ليس لهم ذنب وهم براء بنفس القدر ان الاولاد دول براء فيه. ورأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الأمر لا يستتب في البلاد بهذه الطريقة، وأن البلاد على وشك الانهيار، فدعا إلى اجتماع يوم 22/11. حضروا مجموعة من أعضاء المجلس برئاسة الفريق سامي عنان اللي هو رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس، وحضروا 11 شخص من السياسيين المصريين اللي بيشتغلوا في الحياة العامة. واستمر الاجتماع يا إخواني وأخواتي 5 ساعات ونصف الساعة أو 5 ساعات وربع الساعة بالضبط، واتخذت في خاتمته مجموعة من القرارات هي الخارطة الزمنية أو الخطة الزمنية التي نعمل بها حتى الآن. موعد تسليم السلطة النهائي يكون 30/6، استقالة عصام شرف تقبل لأن كانت بقى لها 10 أيام مش بيقبلوها، موجودة على المكاتب ومحدش عايز يقبلها. يكلف رئيس حكومة جديد ويكلف الجنزوري، يفرج عن المعتقلين، يعالج المصابون، يصرف للشهداء أو للضحايا في المواقع مسبيرو ومحمد محمود ووزارة الداخلية والجامعة الأمريكية نفس التعويض اللي صرف للشهداء 25 يناير. وهذه الإجراءات مستمرة، وأنشئ المجلس الأعلى للشهداء والمصابين وبيصرف التعويضات الآن. وهذه القرارات كلها أخذت موضع التنفيذ، وضعت موضع التنفيذ. حصل إيه؟ حصل أن إخواننا وأبنائنا اللي مش مصدقين إن المجلس ده هيعرف يدير المرحلة الباقية، المدة الباقية من المرحلة الانتقالية، بدأوا يشككوا في كل ما يقال. 30 يونيو، طب ليه مش 30 مارس؟ 30 يونيو، طب ليه مش آخر فبراير بعد ما ينتخب مجلس الشورى مباشرة؟ طبعا في عقبات دستورية، مثلا ان المرشح لابد ان يحصل على 30,000 مؤيد او 30 مؤيد من المجلسين، فلا يمكن ان تفتح باب الترشح قبل ما المجلسين يكونوا. مسألة دستورية مش مسألة يعني سياسية، مسألة دستورية حقيقية. لابد ان يعطى للمرشحين فترة دعاية، لا يمكن في بلد زي مصر ان تقل عن شهرين. بعض ابنائنا كانوا بيقولوا كفايه اسبوعين، هو ايه الدعايه؟ يطلعوا في 10 برامج تلفزيونيه الشعب كله يشوفهم. طبعا هذا غير صحيح. لما حد من حضراتكم يتصور انه احنا في حملتنا خطتنا قائمة على الذهاب الى كل المحافظات وفي كل محافظة الى المراكز الكبرى فيها، ويشوف المجهود الذي ينبغي ان يعمل للوصول عبر طرق غير ممهدة وبأدوات اتصال اقرب ما تكون الى البدائية، ونلقى الناس اما في ساحة المسجد واما في دوار احد كبار القوم اللي عنده بيت، لانه لا يوجد اماكن اصلا للقاء في الريف ولا في الصعيد. وبعدين إذا لقيت الناس فأنت مضطر أن تتكلم عن مشاكل تفصيلية هائلة العدد لا شأن لها بالبرنامج السياسي الذي تتطلع إليه مصر. اللي يعرف الكلام ده يعرف يعني إيه صعوبة إجراء علاقة سياسية في حملة انتخابية بين المرشح للرئاسة وبين الشعب المصري. لكن على كل حال انتهينا إلى 30/6 واتفقنا عليه، وجاءتنا آخر ما جاءتنا دعوة العصيان المدني اللي كان مقرر أن يبدأ يوم 11 ويستمر 3 أيام، وبعد كده يبقى 40 يوم عصيان مدني. حضراتكم تعرفون كما أعرف أن العصيان المدني معناه توقف الحياة عن العمل. الموظف ما يشتغلش، الشركة ما تشتغلش، الدكان ما يبيعش، المواصلات تقف إلى آخره. يعني الدولة تتوقف، الحياة الشعبية والرسمية تتوقف. نحن لا ننكر بل نشعر برضا
أننا دعونا أول ما دعي إلى العصيان المدني في مصر كانت دعوتنا، دعينا إليه مرتين. مرة في سنة 2005 بعد محاولات حسني مبارك المستميتة لتزوير الانتخابات اللي أدت بالانتخابات إلى أنه يجوا 88 واحد ويقتل في الانتخابات لأول مرة في تاريخ مصر 6، ويمنع ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري وهو قطب سياسي هائل من أن يدخل لجنته في بلده في دمياط عشان يدي صوته، يمنع بالقوة، وغيره من رؤساء الأحزاب منعوا. فكانت هذه يعني بالنسبة لنا تصرفات فجة. دعونا معها إلى العصيان الأستاذ طارق البشري وأنا، وحملنا هذه الدعوة ونشرناها في الصحف وقلناها في التلفزيونات، وأنا عرضتها على أحد كبار المسؤولين في أكبر تجمع سياسي في مصر، وكانت لها خطة إنه 50,000 في القاهرة و20,000 في كل محافظة في يوم واحد في ساعة واحدة ولمدة 7 ساعات، ثم غدا يبقوا 8 ساعات، ثم بعد غد يبقوا 10 ساعات. وأنا يعني زعمت له يوم ذاك إنه في اليوم الثالث لابد أن تسقط الدولة، ووعدني إنه يدرسوها في الجهة المسؤولة عنده، ويبدو أنهم لم يوافقوا عليه. هذه دعوتنا الأولى للعصيان المدني في 2005 ولم تنفذ. دعوت إلى العصيان، بل حذرت الحقيقة منه، مش دعوت، حذرت منه يوم 18/11 في ميدان التحرير على المنصة الرئيسية بعد صلاة الجمعة. قلت اليوم سقطت وثيقة السلمي، واليوم يجب أن يحدد موعد لانتهاء تسليم السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وإذا لم يتم ذلك من اليوم إلى نهاية الأسبوع، كان يعني من الجمعة إلى الجمعة، فموعدنا الجمعة القادمة حيث لن ندعو إلى تظاهر ولا إلى اعتصام، لكن سندعو وننفذ عصيانا مدنيا يسقط هذه القوة اللي منعنا من أخذ حقوقنا. ده كان يوم 18، كان يوم جمعة. يوم 22 بعد 4 أيام فقط دعينا لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا لا أنسى أني في أول الجلسة قلت لرئيس الجلسة إحنا أول حاجة عايزين نناقشها وثيقة السلمي. قال لي أنت مش قلت اليوم سقطت وثيقة السلمي؟ ما هي سقطت خلاص. قلت له بس أنت بتقول كده بتنقل ولا بتقول لي؟ قال لي لا سقطت. فأنا يومها قلت لإخواننا اللي قاعدين بمزاح يعني شاهدين يا جماعة ما حدش هيرجع في كلامه، قال سقطت نتكلم في اللي بعده. اللي بعده كان الجدول الزمني، واتكلمنا في الجدول الزمني وانتهينا إلى 30/6 زي ما شرحنا لحضراتكم. منذ ذلك اليوم حتى اليوم والأمور لم تهدأ في مصر. من مظاهر عدم هدوءها تلك الدعوة إلى العصيان المدني التي وقفت بكل قوة ضدها، غير متناقض مع ما كنت أقوله في 2005 وفي نوفمبر 2011. في 2005 كنت بتكلم عن حاكم طاغية لا يسقط إلا بالعصيان المدني. في 2011 في 18/11/2011 كنت بتكلم عن حكومة مستبدة تريد أن تفرض على البرلمان اللي هننتخبه معايير انتخاب لجنة صنع الدستور، وهذا لا يجوز لا دستوريا ولا قانونيا. وأنا راجل عايش حياتي كلها زي ما قال أخي الدكتور فخر في الدفاع عن الحريات، لا أقبل قهر الحرية لأي إنسان. لما يدعى الآن بعد ما اتفقنا على الجدول الزمني وبعد ما انتخب البرلمان بالنسب اللي انتخب بها، وبعد ما مجلس الشورى مرت منه مرحلتين والثالثه هتنتهي من 22/2 اللي احنا فيه ده، اجي ادعو العصيان المدني؟ انا مش بعمل جديد، ده انا بوقف اللي اتعمل، ده انا بلغي الانجازات التي انجزها هذا الشعب بانتخاب البرلمان، انا بعوق الحركه الديمقراطيه من ان تستكمل مسيرتها الى رئيس منتخب يتسلم السلطه في 30/6. ما الفرق بين 30/3 و 30/6؟ شهر 4 وشهر 5 وشهر 6، 3 شهور. في شهر 5 في شهر 6 في أوله تجري الانتخابات الرئاسية. يعني أنا في الواقع بتكلم على 2 مش على 3 شهور. هل يقتضي شهران من العمل المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية عصيانا مدنيا ليهدم التطور الديمقراطي؟ أنا جوابي لا. إخواني وأبنائي وبناتي اللي في الميادين جوابهم نعم، وهذا الاختلاف في وجهة النظر مقبول تماما، ويجب أن نقبله ونحتمله ونستمع إليهم ويستمعوا إلينا، لكن لا يجوز لأحد أن يفرض إرادته على الآخر. الإرادة في النهاية لهذا الشعب. والله إذا استجاب الشعب المصري كله للعصيان المدني كنت سأقول أول واحد أنا كان رأيي غير كده، لكن هذا كلام الشعب، لكن الشعب لم يستجب ولم ينجح الداعون للعصيان المدني في أن يحققوه، وبالتالي نحن سائرون في طريق الديمقراطية. الانتخابات المنتظرة لرئيس الجمهورية سوف تكون انتخابات في غاية الصعوبة. مش في غاية الصعوبة لأن فيها مشاكل خناق وضرب وقتل وكده، لا، في غاية الصعوبة لأن الناس محتارة بين أمرين، بين الشخص وبين البرنامج الذي يقدمه الشخص، ولأن الناس محتارة بين أمرين آخرين،
بين التصويت طبقا لما يمليه عليه ضميره ويدله عليه قلبه، وبين التصويت طبقا لما تقرره قوة سياسية هذه أو تلك أو حزب سياسي هذا أو ذاك. هاتان الحيرتان تجعلان الانتخابات في غاية الصعوبة، بمعنى أن حسم الانتخابات من الجولة الأولى سيكون أمرا شديد المشقة، وأن حسمها في جولة الإعادة سيكون صراعا بين آراء وأفكار وأمزجة وأهواء الله أعلم كيف نصل به إلى أعلى الأصوات أو إلى 51% حتى ينجح أحد المرشحين في الإعادة. ما هو المخرج من هذا؟ المخرج من هذا يا إخواني ألا نتكلم كلاما فيه مجاملة، وألا نتكلم كلاما فيه مداهنة. أنا عايز أصوات دول أتكلم لهم كويس، عايز أصوات التانيين أتكلم لهم كويس، عايز أصوات التالتين أتكلم. ما ينفعش. لن ينقذ مصر هذا المنهج. هذا المنهج قد ينجح واحد، ما يديله أصوات تخليه يبقى رئيس جمهورية، لكن يبقى رئيس مخفر، يبقى رئيس فاشل، يبقى رئيس لا يستطيع أن يؤدي شيئا. احنا عايزين رئيس شكله إيه؟ احنا عايزين رئيس عارف مصر، قادر على أكبر قدر ممكن إنه يفهم مشكلتها، عنده الرغبة الصادقة الحقيقية إنه يسلك طريق إصلاح هذه المشكلات محليا أولا، وإقليميا ثانيا، ودوليا ثالثا، لأن مصر محاطة بالمشكلات في كل جانب من كل نوع. طيب إذا فعل ذلك محتاج ياخد قرارات، وقرارات صعبة، قرارات صعبة متعلقة بالأموال، متعلقة بالعمل، متعلقة بالملكيات. في قرارات صعبة تواجه الرئيس القادم، مش قرارات سهلة، قرارات صعبة متعلقة بالعلاقات الدولية. احنا عندنا خطوط حمراء مفروضة علينا من دول أخرى غير مصر، من أمريكا ومن غيرها، على علاقات مع دول كثيرة في العالم، بعضها مسموح لنا ب5%، بعضها ب10%، بعضها ممنوع خالص. فماذا سنفعل في هذا؟ وأين مصلحة مصر؟ أنا أرى أن واجب الرئيس القادم أن يقدم مصلحة مصر على أي نصيحة أو تحذير أو نهي يصيره من دولة أجنبية. مصر أولا، ومصر ثانيا، ومصر آخرا. احنا ما عندناش شغلة يدخل فيها مع مصر حاجة ثانية، عندنا شغلة واحدة مصرية. المصريين مدبوخين بين دعوتين تملأان الفضائيات وما يسمى بالتوك شوز. عايزين دولة برلمانية، لا عايزين دولة رئاسية، لا برلمانية عشان يبقى زي الرئيس التركي والرئيس الإسرائيلي. ما ينفعش في مصر كده، ما ينفعش في مصر رئيس بروتوكول يقابل الناس في المطار ويودعهم ويعمل لهم غدا. هذا لا يصلح لمصر. مصر عايزة رئيس قوي، رئيس عنده قدرة على اتخاذ القرار، عنده قدرة على مواجهة الشعب، عنده قدرة على مواجهة القوى السياسية بما يراه صالحا لمصلحة البلاد، ومش فرضه إقناعهم به. إذا لم يقتنعوا عنده قدرة على اللجوء إلى الشعب. فاكرين حضراتكم طبعا باعتباركم مقيمين في أوروبا القصة المشهورة بتاعت دي جول، لما نتيجة استفتاء جت لمصلحته سنة 68 ومع ذلك ما كانتش نتيجة مقنعة له، ما كفهوش إنه ياخد 68%، قال لا، أو 58 نسيت كانوا كام، قال لا أنا مش قاعد باستقالة. فاحنا عايزين في مصر رئيس كده، رئيس يعرف يقول امتى وامتى لا لأي كائن في مصر أو خارج مصر. وده لا يمكن أن يكون رئيس بروتوكولي، لا يمكن أن يكون نظام برلماني. لكن كمان احنا مش عايزين رئيس زي ما قلت للأخ في التلفزيون الآن يفهم من حباية القمح للطيارة، ما ينفعش ده. يبقى رئيس الكشافة ورئيس مجلس الدفاع المدني ورئيس المطافي ورئيس البوليس ورئيس الجيش ورئيس الطيران ورئيس الجامعات، ما ينفعش. ورئيس القضاء مش عايزينه ده، رئيس الدكتاتور ده مش عايزينه. احنا عايزين رئيس له صلاحيات واضحة في الدستور، وبرلمان له صلاحيات واضحة في الدستور. الرئيس هتبقى مسؤوليته العلاقات الخارجية، هو وزير خارجيته ورؤساء أجهزة الأمن المخابرات بتاعته، لأنه ما فيش علاقات خارجية في العالم بدون أجهزة أمن قوية تؤمن مصالح البلاد في العالم. والبرلمان والحكومة يرسمان السياسة الداخلية والحكومة تنفذها، والبرلمان يراقبها. البرلمان كمان يراقب أداء الرئيس في السياسة الخارجية، والرئيس يراقب أداء الحكومة والبرلمان في السياسة الداخلية. الرقابة المزدوجة المتبادلة بين الطرفين تضمن لمصر مشروعا للنهضة معقولا وقابلا للتنفيذ. انفراد أي جهة بالسلطة سيخلق دكتاتور جديد، فردا كان أو مجموعة أفراد في حزب الأغلبية أو جماعة الأغلبية. وإحنا لا نقبل أن يأتينا دكتاتور جديد، لا فرد ولا مجموعة أفراد. احنا بنحاول في برنامجنا عشان ما اطلش الكلام على حضراتكم ان نعنى بتمكين الانسان المصري من اعادة اكتشاف نفسه.
الإنسان المصري مليء بالخير والقيم العظيمة والقدرات الهائلة، وقد بدا ذلك في حرب 73 وبدا ذلك في ثورة 25 يناير 2011. نريد أن نستعيد هذه الروح المجيدة اللي مكنتنا من أن ننتصر لأول مرة على إسرائيل، ونستعيد هذه الروح المجيدة اللي مكنتنا في أقل فترة زمنية. نحن أقل ثورة أسقطت طاغية، 18 يوم سقط الطاغية. فنريد أن نستعيد هذه الروح العظيمة التي سادت فينا في هاتين المناسبتين. تمكين الإنسان المصري من اكتشاف ذاته يمكنه من صنع المعجزات. قهر الإنسان المصري وإذلاله وظلمه والطغيان عليه يجعله يعيش جنب الحيط ويدي ظهره للترعة وما يعملش حاجة مفيدة للبلد. الأمر الثاني الذي نريد أن نصنعه بسرعة جدا في مصر أن تقوم فيها دولة قانون يعدل ويسوي بين الناس. بس النص المكتوب ليس هو وسيلة العدل ولا هو وسيلة المساواة. وسيلة العدل والمساواة قاض يطبق هذا النص بحيدة وتجرد بين جميع المواطنين. ده هيقتضينا ان احنا نعيد نظر في منظومة هي أكبر منظومة تشريعات في العالم. مصر فيها نحو 12200 قانون. مفيش دولة في العالم فيها كده. بريطانيا اللي كانوا بيقولوا عليها بريطانيا العظمى، اليونايتد كينجدوم الآن المملكة المتحدة، فيها 1430 فيها 1034 قانون. والإنجليز بيصرخوا من حزب العمال اللي وصل عدد التشريعات البريطانية إلى 1034. إحنا عندنا 12000 قانون، وكل واحد في حضراتكم عارف كيف يدار العدل والمساواة في بريطانيا وكيف يدار العدل والمساواة في القاهرة. نحن نرنو إلى دولة يحكم فيها بالعدل والمساواة عن طريق قضاء حر مستقل. لما قاضي يخالف الحكومة ما يترفدش، لما قاضي يقول كلام مش عاجب الدولة ما يتعملوش مذبحة، لما قاضي يلخبط في قضاء وتحاسبه الجهة القضائية التي يتبعها في مجلس الدولة، المجلس الخاص في القضاء، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الأعلى في هيئة قضاء الدولة، المجلس الأعلى هيئة قضاء الدولة، وهكذا. إنما ما تحاسبوش السلطة التنفيذية فتقرص ودنه وتخلي ايده بتوجعه دائما، وبالتالي تستخدمه هي في مصالحها. لا نريد ان يتكرر هذا ابدا، وهو لا زال قائما في نظام التفتيش ونظام تأديب القضاء اللي وزير العدل بيسيطر عليه. يجب ان يلغى هذا تماما ويبقوا القضاة مستقلين حقيقة في مسألة التفتيش والتأديب عن السلطة التنفيذية، لانه بغير ذلك لا يوجد لدينا قضاء حر ولا تقوم دولة القانون. عندنا مشكلة هائلة ينبغي ان نتصدى لها، مشكلة التعليم، وانا اقرن بها دائما مشكلة الصحة. مشكلة التعليم انه اي نظام تعليمي عايز تغيره تحتاج، اذا مشيت في طريق واحد تحتاج الى 17 سنة عشان تاخد اول ثمرة، من يوم ما يخش ابتدائي لغاية ما يتخرج من الجامعة، او اذا بدأت من فوق من يوم ما تشتغل لغاية توصل الابتدائي. وهذا الترف، هذه نعمة كبيرة لا تملكها مصر. مصر ليس لديها هذا الترف، ما عندناش وقت. نحن متعجلون جدا لكي نحول مصر مما هي فيه الآن إلى ما ينبغي أن تكون عليه وإلى ما كانت عليه في الزمن الماضي قبل الانهيارات المتأخرة دي. هنعمل إيه؟ في نظرنا أن احنا هنعمل برنامجين يتوازيان معا. برنامج يبدأ من أولى ابتدائي وينتهي بثالثة ثانوي، وبرنامج يبدأ من السنة الجامعية الأخيرة وينتهي بالسنة الجامعية الأولى، يا إما 5 يا إما 4 سنين حسب أنواع الكليات. يلتقي هذان البرنامجان فنخلص الإصلاح التعليمي كله في 7 سنوات إن شاء الله. ده إذا استطعنا أن نصنعه هنبقى عملنا معجزة لا تقل عن معجزة 25 يناير ولا عن معجزة أكتوبر 73، وإن شاء الله ربنا يمكننا ونعمله. لكن أنا بقرن بهذا المشروع مشروع الصحة. إحنا طبعا عندنا انهيار صحي في مصر، والتعبير اللي قاله لي أحد كبار أطباء القصر العيني بقول له إمتى الناس بتجيلكم؟ قال لي لما الراجل يقع، لما المريض يقع يجيبوا له الطبيب. فاحنا عايزين نعمل صحة مبنية على برنامج WHO منظمة الصحة العالمية اللي قائم على نوعين من العمل، الصحة الوقائية preventive medicine والصحة المناعية immune medicine أو immunity medicine. عايزين نعمل برنامجين متوازيين يبدأ من سن 6 سنين ويستمروا مع الطفل ده اللي هيبتدي عليه الشغل السنة الجاية لغاية ما يموت، لكن يبتدوا من سن 30 سنة لمن بدأوا يبقوا عرضة للأمراض اللي هم من القوى العاملة المصرية، يبتدي الصحة المناعية من سن 30 سنة وتستمر معه. هذه المشروعات يا إخواني تقتضي أموالا هائلة، وتبدو واحنا بنتكلم في هذه القاعة الطيبة في صحبتكم أنها أحلام طوبوية، دي بتاعت الجمهورية المثالية أو الدولة المثالية. من أين تأتون بهذا؟ نأتي بهذا من موارد بلدنا. أولا بلدنا في غاية الغنى، ديننا للجانب الاقتصادي، بلدنا في غاية الغنى
من حيث المعادن، من حيث الشمس، من حيث الماء القابل للتحلية، من حيث المياه الجوفية. احنا عندنا نهر يبدأ من العلمين ينتهي في تشاد، لو استخدمنا ما نستحقه منه عادت الصحراء الغربية مزرعة لمصر والعالم كما كانت مزرعة للدولة الرومانية. الصحراء الغربية اللي احنا بنصيف على شواطئها دي اسمها في التاريخ مزرعة الدولة الرومانية. كان كل الغلال وكل القمح بل كل العنب بل كل أنواع البقول والمكسرات بتزرع فيها، راح ده كله، ولكن المياه موجودة ولم يستعملها أحد لأن الذين حكمونا كانوا مشغولين بأشياء أخرى. الآن خالد عبد القادر عودة أستاذ جيولوجي في جامعة أسيوط خرج على التلفزيون، أولا أصدر هذا في كتاب وخرائط موثقة، ثانيا خرج على التلفزيون مرتين وشرح البرنامج المائي الجديد، وده البرنامج اللي احنا سنطبقه إن شاء الله، وسيكون فيه تطوير هائل لمدخول مصر ولاستغنائها عن الاستيراد والأموال الأجنبية. مصر لن تستطيع أن تنقطع عن العالم، عشان ما حدش يفتكر ان احنا هنقطع علاقتنا بالدول الاخرى ونكتفي ذاتيا. هذا الاتفاق الذاتي امل قدام وقت طويل قوي، لكن مصر ستبقي علاقاتها قائمه مع الدنيا كلها كما كانت على طول التاريخ، مع تعديل واحد بسيط في الظاهر لكنه جوهري وحقيقي في داخله. تعديل ان مصر تتعامل مع الدنيا على قدم المساواه. مصر لن تذل عنقها بعد اليوم لدائن أو مانح أو دولة معونة أو دولة حماية. مصر مش عايزة حماية من حد، ومش عايزة منح ومعونات من حد، عايزة تعاون مع الدول. أنا عايز أنقل كلمة جميلة ده ضد الكلام الجميل. لا هو ده هو ايه ده عباره عن ايه؟ ده وايرلس. شيلوا الوايرلس ده وده نطلع ايوه كده. كل التكنولوجيا الجديده دي بتعمل مشاكل. خليكم بتاع الورقه والقلم بتاع مش كده توفيق؟ انت موافق معايا طبعا. عايز انقل كلمه جميله قالها رجب طيب اردوغان لما زار القاهره مؤخرا من شهرين بعد زيارات متعددة ولقاءات مع الناس. جمع رجال الأعمال الأتراك وقال لهم النتيجة اللي خلصنا بها من هذه الرحلة أن مصر لا تحتاج إلى معاونة، مصر تحتاج إلى معاضدة، مصر تحتاج ناس يقفوا جنبها مش ناس يدوها. It does not need any extra money, it needs solidarity. ده التعبير اللي قاله لهم. It needs solidarity. أنا يا إخواني وأخواتي أدعوكم إلى هذا النوع من السوليداريتي، إلى هذا التعاضد مع وطنكم، لأن أنتم أولى الناس به. فإذا تعاضد المصريون مع وطنهم سيكون التعاضد من الدول الأخرى ومن الشعوب الأخرى ما قائم، لأنه لما يشوفوا الناس تشتغل في بلدها يحبوا هذا. لكن إذا نحن لم نتعاضد مع الوطن لن نستطيع أن نصل به إلى ما نريد. دي مسألة في غاية الأهمية، وعن طريقها بإذن الله سنستطيع أن ننفذ ما يمكننا تنفيذه من البرامج. طبعا نحن لن نقضي على مشكلات الكون في 4 سنوات، هذا محال، إنما نحن سنضع الأساس، سننشئ خط السكة الحديد الاستراتيجية التي يمشي عليها من يأتي بعد ذلك من الحكومات والرؤساء. لأنه إحدى مشكلات مصر الكبرى أنه كان كل وزير بل كل محافظ بيغير القواعد اللي موجودة في حتته تتقلب البلد ما تبقاش بلد. فاكرين 5 و6 ابتدائي، 2 و3 ثانوي، المناطق الصناعية، تصدير الغاز عبر جنب البحر ولا بعيد عن البحر، كل دي قرارات عشوائية اتخذت دون أي دراسة وأدت بالبلد إلى هذه الفوضى. الصحف ملكية خاصة، ملكية عامة، ملكية مشتركة، يبقى مسؤول عنها المجلس الأعلى للصحافة، يتبع مجلس الشورى، ولا بلاش مجلس الشورى نخلي المجلس لوحده زي ما عملوا الدكتور يحيى الجمل. هذه فوضى، هذه فوضى. لا توجد بلد في الدنيا تتقدم بهذه العشوائية في التفكير. دي عشوائية في التفكير. شفت واحد ماشي في الشارع مرة يعدي قدام السيارات، ومرة يجي تحت القطر، ومرة يقف عند الكوبري، ومرة يخرق إشارة المرور. هيوصل فين ده؟ هيوصل للشرطة في الآخر. مش ممكن يوصل لأي هدف. نحن لا نريد أن نكون شعبا عشوائيا ولا دولة عشوائية، نريد أن نكون شعبا يعرف أهدافه ودولة تخدم هذا الشعب لتحقق هذه الأهداف. الأستاذة الكريمة الأستاذة سعيدة مندوة وكالة أنباء الشرق الأوسط وإحنا جايين في السيارة قالت لي لما تبقى رئيس هتعمل. قلت لها مش هبقى رئيس،
نحن لا نريد رئيسا، نحن نريد خادما للشعب المصري يحقق له أهدافه بمعونة الشعب كله. إذا ما قدرناش نعمل ده هنستنى دورة تانية ودورة ثالثة لغاية ما نلاقي هذا الخادم. نحن لا نريد رئيسا بروتوكوليا فخما ضخما يدور على الكرافتات الغاليه السويسريه والفرنسيه ويلبسها ويروح المحلات الازياء اللي بتعمل وان بيس ويشتري منها، ولما يجي في طياره يجي في طياره خاصه، ولما يسافر مش عايزين واحد من ده، عايزين واحد يجي في القطر في الدرجه الثانيه ويركب عربيه سيتجوين ولا بيجو ولا مازدا ولا حاجات كده، وياكل من اكلنا ويشرب من شربنا ويشعر بما نحن فيه من احتياج إلى نهضة حقيقية حتى يستطيع أن يساهم فيه. إذا ربنا أكرمنا بهذا الرئيس يمكن بلدنا إن شاء الله تجتاز هذه المحن. إذا تأخر الأمر فبقدر تأخره يتأخر احتمال اجتياز ما نحن فيه من أوضاع لا تسر عدوا ولا حبيبا. أنا أشكركم جدا على تفضلكم بالمجيء والاستماع، وأنا وقتي ملككم في كل ما تحتاجون إليه من مناقشة، والسلام عليكم ورحمة الله.